بين السطور. ما لا يقرأ بين السطور تسمعه في بين السطور. بين السطور. بين السطور حوار أسبوعي في السياسة. بين السطور. ماذا بين سطور القرار السعودي؟ وهل هو تصاعدي؟ هل أعلنت الحرب على حزب الله؟ ومن المحرك لها؟ ما هي التداعيات على لبنان على المستويين القريب والبعيد؟ وما هي الانعكاسات على ملف الرئاسة؟ عضو تكتل القوات اللبنانية النائب جوزيف المعلوف يقرأ بين السطور. بين السطور السبت 8:30 صباحا. إعداد وتقديم إلديكو إيليا. للتواصل عبر فيسبوك وتويتر يوتيوب وإنستغرام إلديكو إيليا، أو عبر تطبيق إلديكو عبر الهواتف والألواح الذكية. السبت 26 شباط 2017 عفوا 27 شباط 2017 16 قديش سألت 17 كمان غلطة على البداية. الله يستر اليوم. صباح الخير لكل المستمعين برنامج بين السطور. النائب الأستاذ جوزيف المعلوف يقرأ اليوم بين السطور. هل ما يحصل اليوم من أزمات متتالية تندرج في إطار انهيار الدولة والبلد أكثر مما هما منهاران؟ أم أن ما يحصل رغم صعوبته وبشاعته يؤسس في المستقبل لواقع جديد مختلف متقدم ومستقر ربما يساهم في إعادة بناء الدولة؟ قد يرى البعض في طرح هذا السؤال ضربا من الجنون، لأن ما يحصل على الأرض قد لا يكون مؤشرا إيجابيا إذا لم يقرأ اللبنانيون بين السطور. في أي حال كانت ملفتة منذ فترة بروز مصطلحات جديدة كانت من المحرمات في السابق كالفيدرالية مثلا واللامركزية الشاملة أو الموسعة. فما هو مستقبل لبنان؟ وهل الفيدرالية بديل العقد التأسيسي المجهول المضمون وليس الأهداف؟ اليوم أستضيف النائب جوزيف المعلوف وأفتح معه ملف القرار السعودي في محاور عدة. فبعد صمت طويل للقوات اللبنانية، ها هي منذ فترة تتكلم وتضع النقاط على الحروف وتتمسك بالمبادئ ولو عكس التيار. هون مش التيار الوطني الحر، عكس التيار. المحاور الأربعة: حاجة لبنان إلى الهبة السعودية، خلفية القرار في المحور الثاني، من الأكثر ضرراً لبنان أم السعودية في المحور الثالث، والمحور الرابع: ماذا لو كان للبنان رئيس. 102.3 102.5 102.7 موجات لبنان الحر عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com، أيضاً عبر تطبيق RLL وتطبيق إلديكو على الهواتف والألواح الذكية. جوزيف المعلوف، صباح الخير. صباح النور لحضرتك كل المستمعين الكرام. كالعادة قبل ما نفوت على المحاور الأربعة بعد الفصل الإعلاني 3 أسئلة بطرحهم عليك مش مرتبطين بموضوع القرار السعودي، بس جزء منه تبلش. مين كان بيتوقع دفاع الدكتور جعجع عن الوزير جبران باسيل تحديدا بهذا الموضوع؟ ما بدي فوت بالقرار، بس ما نحكي كان بالفكرة. دفاع عن الوزير جبران باسيل مباشرة، ولكن دفاع على التفكير المؤسساتي. اليوم هل عندنا حكومة؟ وإذا في حكومة، الحكومة مفروض كانت تتحرك إذا في شيء بيتصرف أي وزير لا يتلاقى مع التطلعات الاستراتيجية ومصلحة البلد. نعم. يعني اليوم نحن اللي عم نقوله إذا كان في هالمؤسسة بالرغم من أننا خارجها بعدنا متمسكين فيها، تمسكنا بهذه المؤسسة لحتى نقول أنه ما بدنا الفراغ التام بهذا البلد، خاصة بظل الفراغ الرئاسي. وبنفس الوقت فليبادر المسؤولين بهذا البلد اللي هن اليوم موجودين مع السلطة بالقلب السلطة التنفيذية لحتى ياخدوا مواقف تدعم مصلحة لبنان، وما نلاقي بالنتيجة كبش محرقة وننسى الاتجاه الأساسي أو السبب الأساسي لهذه المواقف اللي هو وجود سلاح حزب الله بلبنان وعمل حزب الله خارج إطار الدولة.
يعني لو كان مثلا الوزير فوزي صلوخ بالخارجية ما كان كمان دافع عنه الدكتور جعجع اليوم؟ الدفاع اليوم برأيي كان مبدئي أكتر ما هو تجاه شخص. هل نحن اليوم لما نكون عم نحكي أنه في مصالحة وفي تعاون بيننا وبين التيار الوطني الحر، يعني إلى إيد المصالحة مش بالمرة. لا يعني أكيد المصالحة، ولكن أكيد مش لحتى نرضي حدا. وأكيد دكتور جعجع ما بعمره أخذ مواقف إرضاء أي شخص. المواقف كانت من قناعة وإيمان بضرورة العمل المؤسساتي ضمن السلطات الدستورية. ليش اليوم يظهر الدكتور جعجع وكأنه الزعيم المسيحي الوحيد المتمسك بالطائف وبتطبيق هذا الطائف بطريقة سليمة؟ يعني ضمن الإطار السياسي للمصالحة اللي صارت بينه وبين التيار الوطني الحر، أكيد الطائف كان متمسك فيه كمان التيار الوطني الحر. اليوم متمسكين بالطائف لأنه بنعرف أنه إذا كان عندنا إيمان بهذا الوطن ما فينا نتخلى عن الوثائق الدستورية اللي موجودة عندنا إياها. ونحن إذا مزبوط نؤمن بهذا البلد علينا أن نحاول على الأقل نعطي فرصة لهالاتفاق اللي من بعد 15 سنة من المعاناة الداخلية وصلنا له بالطائف لحتى يمهد بالفعل لتجربة لبنانية تحافظ على نهائية هذا الكيان وتحافظ على لبنان كنظام ديمقراطي برلماني نؤمن فيه، ونؤمن بأنه للأسف عم ينضرب صار له فترة طويلة من الزمن بعدم تطبيق الطائف، على رأس تسليم السلاح للدولة، أي جميع الأسلحة للدولة اللبنانية، على رأس هذا الموضوع الاتجاه صوب لمركزية إدارية وغيره من النقاط الأساسية والمواد الأساسية اللي للأسف لحد اليوم بعد ما تطبقت. إن شاء الله. على كل حال، بعد الخطوة المتقدمة اللي بادر لها الدكتور جعجع وترجمت ب 18 كانون الثاني وانعكست ارتياح وطمأنينة بمعظم الشارع المسيحي، ألا تعتقد أنه التراجع عنه والقبول برئيس توافقي قد يشكل إحباط عند هذا الشارع المسيحي ويعيده إلى أيام التسعينيات مثلا؟ لأنه عم ينحكى اليوم أنه رح نروح على تسوية فيها رئيس توافقي، ما رح يجي حدا من الأقطاب الأقوياء. نحن الخطوة اللي أخذناها كانت خطوة جدية بامتياز. نحن نأمل وصول الجنرال ميشيل عون إلى سدة الرئاسة ضمن الإطار السياسي اللي تحدد بإطلاق المصالحة والترشيح، وإيماننا أنه خلينا بالنتيجة نخلي الأمور تاخد مجراها ويبنى على الشيء مقتضاه. ولكن خطوتنا جدية ولا نزال نتمسك اليوم من بعد تخلي الدكتور سمير جعجع عن ترشيحه الشخصي، متمسكين بترشيح الجنرال ميشيل عون لرئاسة الجمهورية. بس في تحديدا السؤال انه اذا رحتوا على خيار توافقي مش ممكن ترجعوا تعيدوا الإحباط للشارع المسيحي؟ لا، ما بعتقد الخطوة اللي قمنا فيها منا جدية ومنا بس. لا، نحن ما عم نقول منا جدية، بس قد تتغير الظروف وتضطروا انه تروحوا تقبلوا بتسوية ورئيس توافقي. بس مش معناتها في حال صار هالشيء الشارع المسيحي حط كل الامال الشارع المسيحي بيعرف انه المصالحة اللي صارت ابعد من ترشيح الجنرال ميشيل عون لرئاسة الجمهورية منا شيء مرحلي او موسمي اللي عم نشتغل فيه ابدا. هو تلاقي واضح لإعادة بناء هذه الدولة، وجزء منه اللي عم بتثبته الأيام تلاقينا الواضح جدا مثلا حول بعض المشاريع الإصلاحية. امبارح كان عندنا لقاء بالنسبة للحكومة الإلكترونية. في امبارح كان في حتى زيارة من قبل مرشح التيار بجزين لمعراب. في بعض النقاط اللي أعلناها حول احتمال التعاون ببعض البلديات أو على الصعيد السلطة البلدية اللي بإيماننا مفروض تكون سلطة إنمائية بين فريق متناغم قبل ما تكون هدفها بس تلاقي سياسي بين أحزاب أو فرقاء أو عائلات وأحزاب. يعني إن شاء الله للاستمرار. سؤال أخير، هل تعتقد أنه ملف النفايات مرتبط بملف الرئاسة وبالتالي لا حلول قبل إنهاء الشغور في بعبدة؟ إن شاء الله لا، لأنه الحكومة للحقيقة إذا ما قدرت تحل هذا الموضوع اللي رح تبلش آثاره السلبية تصير طويلة الأمد من خلال تسربات التي قد تحصل بالنفايات المتراكمة، خاصة بموضوع تسرب الليتشي إلى المياه الجوفية. أملنا أنه عن قريب جدا بيلتقى حل، بالرغم من أنه رجعوا للصفر. في أشياء علمية بتنعمل والمطامر الصحية إن شاء الله تكونوا عم بشوفوها كحل جزئي منه حل الكامل المطلوب اليوم. نرجع
الفرز، نرجع الكومبوستينج، التسبيخ وغيره من الحلول لحتى يكون مزبوط في حل يتماشى مع العصر، لأنه الموضوع اللي بعدنا عم نحكي فيه للأسف مطرحه بالقرن الثامن عشر أو بالتاسع عشر، بعدنا مش عم نلاقي حل لهذا الموضوع المؤسف. قديش دامت مفاعيل رؤية الزبالة والنفايات على الشاشات العالمية؟ ما حسينا أول فترة وكأنه نقزوا بعدين عادي قطعت. يعني للحقيقة الواقع على الأرض مؤلم أكتر بكتير من عم بيظهروا الإعلام. للأسف ما تم التعاطي مع هذا الملف بطريقة جدية. أملنا أنه هالأسبوعين إن شاء الله بيكون في حل لموضوع المطامر ونبلش نشوف الزبالة عم تنعم عن الطرقات. مؤسف الوجه اللبنان برا صار أنهار من الزبالة حول العالم، لأنه اجانا اتصالات كثيرة من برا أو رسائل إلكترونية تفاجأت بالمشهد اللي انعرض إن كان بالديلي نيوز ببريطانيا ولا على CNN. بس مش أهين يكون نهر زبالة من أنه يكون منبع إرهاب بلبنان؟ هيك أكيد بس يا ريت بلد اثنين سوا. كمان هاي الصورة عندهم إياها عنا للأسف بس يا ريت بلد اثنين سوا، وإن شاء الله تجينا وعي قريبة بهذا البلد لحتى نوصل لهالموضوع. أكيد رح نتطرق لهالأمور خلال الحلقة. أكيد يعني هلا صحيح الملف السعودي، ولكن رح نتناول كل الأمور بهذا الملف. رح ناخد فصل إعلاني ونتابع حلقتنا معك عضو تكتل القوات اللبنانية، عضو كتلة نواب زحلة، نائب الأستاذ جوزيف المعلوف. بين السطور. بين السطور.